تعالوا بقى اقول لكم ازاي تعملوا احلى صينيه بطاطس بالفراخ. اي حد هيدوقها لازم يطلب منكم الطريقه. اول حاجه هنعملها هنتبل الفراخ. انا هتبل فرخه كامله على بعضها كده مفتوحه كده بالشكل ده، بس طبعا ممكن تقطعوها او ممكن تسيبوها كده، هي كده كده هتستوي ما تقلقوش خالص. انا هتبل بمعلقه ملح ونص معلقه فلفل اسود. تقدروا تحطوا توابل او بصل مفروم مع طماطم. تبلوا الفراخ زي ما انتوا عايزين، بس ما تزودوش قوي من البهارات علشان ما تغيرش طعم صينيه البطاطس اللي احنا متعودين عليها. عندي بقى 4 حبات من البطاطس، بصلاية متوسطة متقطعة مكعبات، فلفل احمر واصفر. تقدروا طبعا تحطوا فلفل اخضر بس هو بيفرق جدا في طعم صينية البطاطس. ونص معلقة صغيرة من الثوم. حطيتهم، بس طبعا البطاطس بتكون متقطعة كده مكعبات تخينة علشان تاخد تسوية مع الفراخ. لو قطعتوها صغيرة هتتهري والفراخ هتطلع مش مستوية كويس. لكن لما البطاطس بتتقطع حلقات تخينة كده بتاخد تسوية مظبوطة مع الفراخ. البهارات بقى ورق لورا، حبهان، ملح، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، وجوز الطيب. وحوالي 3 معالق كبار كده من الزيت. بس وهنقلب بقى الحاجات دي كويس قوي مع بعض. واخر حاجة بقى هحطها تاني هي الفراخ. هحطها كده على وش البطاطس. وهحط عصير طماطم ما فيهوش اي حاجة غير ان هو عصير طماطم. طبعا انا مملحة الخضار وملحت الفراخ، فمش هنحط اي حاجة في الطماطم. بس هحط بقى عصير الطماطم وهقفلها بالفويل او اغطيها لو فيها غطا، وادخلها على درجة حرارة عالية. لما الفراخ تبتدي ان هي تغلي، ههدي النار واسيبها وسط كده لحد ما تاخد تسويتها. وهحط عليها كمان معلقتين من الزيت. هدخلها بقى اهو. ولما تستوي هفتح عليها بس الشواية اخر دقيقتين كده عشان تاخد لون حلو. وبس كده بقى ده شكلها. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى تحفه وريحتها بتجيب اخر الدنيا. جربوها، انا متاكده ان هي هتعجبكم. متنسوش بقى لو عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي على يوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد.